اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات لونا دوج سايكولوجي. معانا زيوس، والنهارده هنتكلم عن سؤال بيطرح عليا كتير: ازاي اعلم كلبي ما يسمعش كلام الناس ويسمع كلامي انا بس؟ هنشوف دلوقتي الموضوع ده عملي مع زيوس. احنا زي ما احنا شايفينه بيلعب مع الناس. جود بوي. الناس اللي زيوس بيلعب معاهم دول فيهم شخص هو شافه مرتين ثلاثه، وفيهم الولد الصغير ووالده هو ما شافهمش غير المره دي. فاحنا بنحاول دلوقتي نفهمه بعض اوامر انا شايفه الى حد ما بيتجاهلهم، ولكن برضه بيركز معاهم في اللعب زي ما احنا شايفين. طيب مبدئيا اول حاجه، في مشكله الناس بتتكلم عليها كتير، مشكله انا كلبي ما بيجيليش لما بندهله. طيب انا هوريكم دلوقتي الفكره في كلبي ما بيجيليش وانا بندهله. ممكن يكون انا بعاقبه لما بندهله، ممكن يكون لما بيجيلي بيشوف يعني مني عقاب معنى اصح، او بيشوف مني تون وحش او مقابله مش كويسه، فبالتالي هو مش حابب يجيلي تاني، او عشان كده ما بيكررش الموضوع. ممكن يكون علشان هو ما عندوش ثقة قوي فيا. ممكن يكون عشان الطريقة اللي انا بحاول بيها اندهله. زي ما احنا شايفين دلوقتي زيوس راح بعيد وانا بتحرك بعيد عنه تماما، وهو مع الناس وفي الشارع وانا مش شاغل بالي بيه. دلوقتي هنشوف لما هندهله. بعد اذنك يا احمد امسك الكاميرا عشان انا عايز الناس يبقى واضح ان وانا بندهله يبقى ظهري ليه. دلوقتي هنشوف هو بيلعب ومنشغل مع الناس، وانا هبدا اديله ظهري تماما واتحرك واندهله مره واحده بس. زيوس 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 بوي. زيوس بوي. زيوس زي ما احنا شايفين زيوس لما بديله ظهري يبدا يتبعني. لو ما اديتوش ظهري ممكن ما يبصليش اصلا. احنا دلوقتي هنشوف وانا بندهله بوشي. زيوس زي ما احنا شايفين ده بس هو مع الناس ومسحول في حاجات تانية ومش معايا انا خالص. اديله ظهري زيوس وامشي. فالفكره هنا مبدئيا ان انا بفهم باي بادي لانجوج الكلب بتاعي ان انا هسيبه وامشي. لو انا سبته ومشيت، لو عندي جرو او لو عندي كلب لا يتعدى عمره ال6 شهور مثلا او ال5 شهور، ده معناه ان انا مصدر امانه الوحيد، فبالتالي هيبدا يتبعني لان انا مصدر الامان، وهو في الشارع هيبقى قلقان لحد ما او متوتر لو انا مش جنبه. ثقته بيبقى واخدها مني في السن ده. لو عندي كلب كبير شويه زي زيس عنده سنه و8 شهور، يبقى في الحاله دي ممكن استخدم معاه الطريقه دي وهو سايب، او اعملها معاه بليش طويل شويه علشان لو هيجري مني او هيحاول يجري مني ما ابقى انا حاكمه. ولكن زيوس مش محتاج مني ليش طويل. زيوس ذكي ما شاء الله، بيفهم الحاجات في ثواني، فبالتالي انا مش قلق نفسي اني انا اربطه بليش او غيره. انا ما بنصحش الناس تسيب كلابها ليش اوف في الشارع. زي ما احنا شايفين انا بحاول ادور على مكان لحد ما فاضي عشان ما اعملش مشاكل مع حد او ما اسببش ازعاج لحد. والموضوع هياخد كام دقيقه تصوير، وهربط كلب تاني وابدا اتحرك معاه زي العادي. زيوس تعالى هنا. جود بوي. لما كلب يجي لي لازم دايما اقابله مقابله كويسه. ده حاجه بتحببه اصلا ان هو يجي يقابلني، في غير مقابله البيت لما اكون انا غايب عنه. يعني مجرد ما بندهله واقابله مقابله كويسه زي ما انا بعمل كده، ده شيء بيحببه اني لما اندهله هو يجي لي، زي ما هنشوف كده بالظبط. زيوس كم. جود بوي. يلا تعالى هنا. زيوس. طيب كل ما يبدا يبعد عني ابدا انا اديله ظهري واغير اتجاه، امشي في اتجاه معاكس عشان يجيني زي ما احنا شفنا كده. طيب تعالوا نجرب امر جنبي اللي احنا علمناه له على السلم، نشوف هل هو فاكره ولا لا. احنا علمناه له تحت ضغط الاكسايتمنت ان هو عايز يخرج من البيت، فبالتالي المفروض ان هو يكون حافظه كويس قوي. مجرد ما اقوله في الشارع مره او اتنين يكون فاهمه. تعالوا نشوف هيعمل ايه. زيوس جنبي جنبي هنا. لا، لو هو ما استوعبش ابدا اكرر زي ما كنت بعمل على السلم. مجرد ما يسبقني اقف. يلا يا زيد. جنبي. نو. لا. جنبي هنا. جود بوي. يوصل جنبي ياخد وضعه ابدا اتحرك. جنبي. يس. جود بوي. جنبي. نو. يس. جنبي.
جود بوي. ستوب. هنا لا، نو. اي حاجه بيحاول يعملها غير اللي انا بقوله على طول استخدم امر المنع واحاول اعمل له ستوب عن اللي هو بيعمله. اوكي يلا اب جنبي، ابدا اتحرك بالراحه. ستوب جنبي يا زيز. نو زي ما احنا شايفين انا بكلمه وهو جنبي. نو ستوب جنبي. لا جنبي هنا. تعال. الخطوتين او الثلاثه اللي هرجعهم لورا هيحفزوا كلبي ان هو يرجع لي تاني وابدا معاه بيركورس من اول وجديد، اتحرك معاه من الف تاني. يلا جنبي. لا ارجع تاني خطوتين ثلاثه ما يسبقنيش ابدا. زيوس جنبي. جود بوي. هنا يلا. لا جنبي. يلا هنا جنبي. زيوس. نو ستوب. تعالى هنا. جود بوي. بس يلا جنبي هنا. جود بوي. جود بوي. ستوب. يلا تعالى جنبي. جود بوي. جنبي. برافو يا زيد. ستوب. سيت. نو ستوب. جود بوي. زي ما احنا شايفين بيبدأ ينصاع مرة بعد مرة. التكرار مرات عديدة او مرات عدة هو ده اللي بيخليه يفهم ويثبت عنده الامر. لما بيحاول يهرب من الامر باي شكل كان زي ما شفنا بعد ما قلت له جنبي وستوب وقلت له يقعد او ست، بدأ يدور على حاجة يعملها. الحاجة اللي بدأ يدور يعملها انا ما اعرفش هي ايه، ولكن فورا انا اقول له ستوب وادي له امر المنع واصر على الكوماند اللي انا قلته، لان ده شيء بيخليه بعدين ينصاع كويس قوي للامر. طيب دلوقتي هنخلي حد ينادي عليه زي ما كان بيلعب الاول مع الناس وبينادوا عليه، وانا هدي له كوماند ستي ونشوف تصرفه ونشوف هنعدل الموضوع لو اتصرف غلط ازاي. زيس ستي. فين اللعبه يا احمد؟ زيس. طيب يلا نادوا عليه. ستي. نو. داون. داون. جود بوي. ستي. زيس. زيس. زي ما احنا شايفين بالظبط زيوس كلب ذكي جدا ما شاء الله عليه، هو ما اتصرفش غلط. طيب انا عشان افهمه لو هو ما كانش فاهم او لو قام اتحرك ارجع له تاني واثبته، واول ما يديني التصرف ده ما ينفعش اندهله واكافئه، لاني لو ندهته وكافئت يبقى انا بكافئ على ان هو جالي، مش بكافئ على انه ما سمعش كلام حد دخيل عليه. فبالتالي انا لازم اكافئه على وضعيته اللي هو عاملها علشان ااكد عليه الكوماند زي ما عامل. جود بوي. جود بوي. ستي. وكرر عليه الموضوع تاني. كمل يا احمد كده، كمل يا يوسف. حاول تجري كده، تندهله وتجري وتشوفه هيعمل ايه. اقف قدامه وناديله. زي ما احنا شايفين الكلب مش مديهم اي اهتمام. اكافئه وهو في وضعيته عشان ااكد عليه ان المكافاه على اللي هو عمله ده، ولما اندهله تاني اكافئه تاني بعد ما ابعد عنه. جود بوي يا زيوس. بعدين انا هندهله دلوقتي واكافئه ان هو جالي، ودي هتبقى مكافاه جالي مش مكافاه انه ما سمعش الكلام. يلا يا زيوس تعالى. جود بوي. برافو. جود بوي. طيب ناديله دلوقتي يا احمد تاني كده. يلا يا زيوس روح. جود بوي. دلوقتي انا اديله 5 دقايق فري. انت زي ما 5 دقايق فري ان هو يتحرك فيهم، علشان ده وضع مكافأة تانية او شكل مكافأة تاني، ان لو انت سمعت كلامي انا هخليك فري تعمل اللي انت عايزه. اللي شافه وهو قاعد ما بيجريش ورا الكوره ولا مهتم بيها، دلوقتي شايف الكوره وبيجري وراها وبيلعب. لما قلت له جيت فري بيلعب مع الناس عادي ما عندوش اي مشكله. يلا يا سيوس خد يا احمد تاني احدف له الكوره كده، او انت يا يوسف اي حد فيكم. جود بوي. طيب لو انا سبته وهو بيلعب مع الناس كده ورحت مديله ظهري وماشي مباشره وهو مشغول مع الناس، هيعمل ايه من غير ما اندهله؟ تعالوا نشوف دلوقتي، لان الموضوع ده مهم قوي. ومن الحاجات المهمه اني انا وانا بعلمه كوماند كام، اول مره او اتنين اندهله، ما اكررش عليه الكوماند اكتر من مرتين، ابص له مره واحده عشان اتاكد انه سمعني واسيبه وامشي، ما يشوفنيش بنتظره او ببص له تاني، عشان تكرار انتظاره او النظر ليه هيخليه هو يقعدني زياده علشان شايفني انا اللي مهتم انتظره. لعبوه بقى كده علشان هو ينشغل عني عشان امشي. دلوقتي هو بيلعب، انا هسيبه وامشي من غير ما انادي عليه. زيوس
boy. Good boy. جود بوي. زي ما احنا شايفين اول ما انا مشيت هو اتحرك يجي لي على طول، وبالتالي هو فاهم ان انا مجرد ما همشي هو هيجي لي، ولذلك لازم اعلم كلبي ان انا ظهري ليه بعد ما نادي ان انا مش هنتظر. انتظاري ليه هو اللي بيخليه يقعدني كتير انتظره، ومروح ان انا اجيبه هو اللي بيخليه بعدين يجري مني ويديني انتر اكشن غلط ان هو يهرب مني في الشارع وانا اللي اجري وراه. لو انا سبته ومشيت انا مصدر امان وهو هيتبعني. لو كلبي كبير يفضل اعمل اللي بعمله ده بالليش. شوفوا يا احمد هو بيلعب مع الناس ازاي. دلوقتي هنقطع اللعب تاني ونقول له ستي علشان نخليه يسمع كلامي انا اكتر من كلام الناس. هير ستوب، تعالى هنا. جود بوي، هنا سيس، يلا ست. ده اللي انا قلته. بكلم مين؟ ست. جود بوي. قلت ايه؟ ست. جود بوي، ستي. زيوس. دلوقتي قلنا ستي، هنشوف زيوس هيتصرف ازاي معاهم. وزيوس كانت شخصيته ضعيفه قوي وكان بيخاف اكتر من كده. هو ستيل شويه بيخاف، ولكن بدات شخصيته تتحسن شويه ويبقى عنده ثقه زياده في نفسه. ناديله ابعد عنه شويه وناديله وشوفه هيتحرك ازاي. طيب زي ما قلنا لازم اكافئه على وضعيته عشان يفهم المكافاه سببها ايه او المكافاه على ايه، وبعدين لو عايز اندهله ابقى اندهله. جود بوي. برافو يا سيدي. جود بوي. جود بوي. برافو. يلا. اب. جيت فري. زي ما انت. يبقى انا كده اديت لزيوس مكافئتين، مكافاه معنويه ومكافاه ماديه. أهم شيء الكلب وهو بيتكافئ يكون على نفس وضعيته الأخيرة لتنفيذ الأمر اللي بيتكافئ عليه. طبطبت عليه وعلى راسه قلت له برافو عليك، مكافأة معنوية، ودي بسبب احتكاك الجسدي ليه، وبالتالي دي معنوية بالنسبة له، لأني هو حاسس إن أنا كده بحبه أكتر أو شايفه عمل صح أو بهتم أكتر بيه. والمكافأة المادية إن أنا قلت له جيت فري، أو اديته شوية الدقيقتين أو الثلاثة اللي هديهم له دلوقتي علشان ياخد راحته مع الناس. وده من الاسباب ان انا بديله جيت فري او كوماند جيت فري، او ان انا اسيبه 5 دقايق. ده من الاسباب اللي بيخليه منصاع ليا اكتر بعدين، لانه عارف ان ليه وقته المخصص اللي انا هسيبه فيه. زيس كم. جود بوي. تعالى حبيبي حبيبي. جود بوي. يلا احنا كده اوكي. ان شاء الله اشوفكم الحلقه اللي جايه في حاجه جديده مع زيس.